أكيد في وقت من الأوقات سمعت حد بيقول لك شايف المشروع اللي اتعمل ده، أنا الفكرة دي كانت عندي من زمان وكان نفسي أنفذها وما نفذتهاش لحد دلوقتي، وحد تاني تلاقيه بيقول لك عارف فلان الفلاني ده سرق فكرتي، وهنا تيجي الجملة أنا كنت هاعمل المشروع ده وكنا قاعدين في مرة في اجتماع و وقُلت و وال وس وسمعني وأنا باقول الفكرة ديّة فراح رايح جاري ونفذها. وكلام كتير بقى هتسمعه، أكيد سمعت الكلام ده كتير، ولمّا بنيجي بنتكلم هنا في نقطة إن الفكرة مِلك للي بينفذها مش للي بيقولها، ناس كتير أوي بتتضايق. ناس كتير أوي بتتضايق لإن هي مش فاهمة أو مش قادرة تفرّق ما بين الفكرة، ما بين كلام بيتقال، ما بين رأي. أنا الفكرة بتساوي رأي، إن أنا باقول والله أنا رأيي الشخصي إن إحنا لو عملنا شركة إن إحنا بنطلّع العربيات بتطير للفضاء، فكده هتحل المشكلة بتاعة المرور، أو هتحل المشكلة بتاعة صعود الفضاء، تمام؟ والله أنا عندي فكرة أيًا كانت الفكرة دي عاملة إزاي، أنا باحكي رأيي شخصي. الرأي الشخصي ده لا مبني على منهج علمي ولا مبني على حلول فعلية ولا مبني على دراسة سوق ولا مبني على أي حاجة. فالناس اللي بتيجي أو الناس اللي بتطرح أفكار، المشكلة الرئيسية عندهم دايمًا بتكون في إن هم بيفتكر إن الفكرة ديّة هي بتساوي مشروع تجاري، وإن هو لو ما عم وإن لو حد تاني عمل الفكرة ديّة، فهو بالتالي سرق الفكرة بتاعته أو سرق المشروع بتاعه. وهو مش قادر يفرّق ما بين فهم ما بين الفكرة وما بين العمل التجاري. طب يعني إيه فكرة؟ أنا عشان أكون باتكلّم على فكرة والهدف من ورا الفكرة ديّة إن أنا أحوّلها لعمل تجاري، في عندي شروط كتير أوي للفكرة ديّة. أولها إن أنا الفكرة ديّة الفكرة ديّة تكون فعلًا قابلة للتطبيق كمشروع تجاري، وإحنا اتفقنا قبل كده إن المشروع التجاري ده له 3 معايير رئيسية، ألا وهو إن أنا أول حاجة إن هو بيحل مشكلة، المشكلة ديّة بتعاني منها فئة معيّنة من الناس، وجاهزة إنها تدفع مقابل إنها جاهزة إنها تدفع فلوس مقابل مقابل المشكلة، مقابل حل مشكلتهم، تمام؟ فبالتالي لو أنا عندي فكرة ولكن الفكرة ديّة ما بتحلّش، عشان كده الفكرة ديّة ليها شوية اشتراطات كده بسيطة. الاشتراطات ديّة لازم تكون موجودة في الفكرة، لو ما لقيتهاش موجودة عندي فأنا أكون عارف إن الفكرة ديّة غير قابلة حلوة وشكلها حلو وكل حاجة، ولكن غير قابلة للتطبيق أو محتاجة حد عبقري هو اللي يطبّقها، تمام؟ أول حاجة الفكرة ديّة لازم تكون فكرة بتحل مشكلة، يعني الفكرة ديّة ما ينفعش تكون فكرة فيها مثلًا رفاهية إن أنا عندي مشروع إن إحنا نغسل الشوارع كل يوم عشان يبقى شكلها حلو وإحنا بنصحى الصبح، هل دي بتحل مشكلة؟ هل الناس حاسة بمشكلة لو الشوارع ديّة ما اتغسلتش؟ ما أظنش، وبالتالي فأنت كده بتقول فكرة الفكرة ديّة ممكن تنفع في دولة تانية، لكن في المكان اللي أنت موجود فيه، في الزمان اللي أنت موجود فيه، لو الفكرة ديّة الناس مش حاسة إنها حلِّت لها مشكلة فعلية، فأنت كده ما عملتش أي حاجة. الحاجة التانية اللي لازم تاخد بالك منها في الفكرة، إنها تكون متكررة، يعني أنا ما ينفعش أحل لواحد مشكلة بتقابله، المشكلة ديّة لو اتحلت مرة واحدة خلاص كده الموضوع انتهى، و وأكون بافكّر إن ده هيبقى business، وخصوصًا لو الحل ده لو الفكرة دي ما بتقابلش ناس كتير. لو أنا باتكلّم إن حد ال ال لو أنا باتكلّم في مشكلة إن أنا مثلًا فكرة زي Uber مثلًا، هل هي بتقابل ناس كتير؟ آه بتقابل ناس كتير، ما أنا طول اليوم محتاج إن أنا أتنقّل، ف ف فبالتالي محتاج إن أنا أعملها. أو لو أنا باقدّم حل لمشكلة ولكن العربيات مثلًا، هي ممكن العربية تكون بتحل مشكلة لكن هي سعرها غالي، الunit الواحدة سعرها غالي، فهي حتى لو حلّت مشكلة لشخص قعدت معاه لمدة 5 سنين أو 6 سنين، لكن الحل الواحد أو قيمة البيعة الواحدة كبيرة. فأنا في الآخر لازم أكون بافكّر في إن أنا المشكلة ديّة تكون متكررة، يعني إيه؟ يعني الشخص هيحتاج الخدمة دي منّي المرّة دي، وبعد فترة معيّنة من الزمن هيرجع يحتاجها منّي مرّة تانية. الحاجة التالتة إن الفكرة دي تكون قابلة للتوسُّع، يعني ما ينفعش إن أنا أقول أنا هاطبّق فكرة تنفع في قرية كذا أو في الحي الكذا، ليه؟ لإن أنا في الآخر الفكرة دي ما هو الناس ديّة لمّا كل الناس اللي أنا مستهدفهم دول أتكلّم معاهم عن الفكرة، واللي عنده رغبة إن هو يشتري منّي الفكرة اشتراها، فأنا ما عنديش أي فرصة للتوسُّع، فلو الفكرة مش قابلة للتوسُّع، فده لازم أعيد النظر فيها مرّة تانية. الفكرة الرابعة مرتبطة شوية بالسلسلة اللي إحنا بنتكلّم فيها، وهي فكرة أو هي سلسلة من تحت الصفر. من تحت الصفر يعني إيه؟ يعني أنا ما أكونش باتكلّم على فكرة محتاجة إني أنا عشان أحلّها محتاج رأس مال كبير، لإن إحنا بنبدأ من تحت الصفر، أوكي؟ يعني مثلًا وليكن إن إحنا نقول والله أنا عندي فكرة لو عملنا شركة اتصالات رابعة في مصر،
والّا شركة اتصالات 5، هي هتنافس فودافون وهتكسّر وي وهتحل المشكلة بتاعة الشبكة اللي موجودة. هل حضرتك عارف تمن الرخصة عشان تقدر إن أنت تعمل شركة من الشركات ديّة كام؟ في حاجة دايمًا في الmarket كده في التخطيط الاستراتيجي اسمها الentry barriers أو عوائق الدخول. حضرتك هنا في عائق دخول كبير بيقول إن الbusiness ده عشان تدخله محتاج إن أنت يكون معاك 18 ل20 مليار جنيه عشان تشتري الرخصة، أنت لسه ما عملتش أي حاجة، تمام؟ فده عائق دخول يخلّيك إن أنت ما تعرفش أصلًا تدخل السوق ده. وبالتالي ف ف ف فدي نقطة مهمة جدًا إن أنا الفكرة تكون بتناسب رأس المال اللي موجود معايا، وأقدر أبدأها دلوقتي. وتاني دلوقتي دي نقطة مهمة جدًا، لإن لو الفكرة ديّة بتقول والله لو كان معايا 10.000.000 جنيه، ولو كنت في عيلة غنية، ولو كان السوق حلو، حضرتك الفكرة كده كلها خيالية أصلًا، مبنية على خيال، وبالتالي فالكلام فيها كلام غير واقعي. تمام؟ طيب فبالتالي اللي أنا عايز أقوله إن إحنا مجرّد كلمة فكرة ديّة غير كافية لإن أنا أقول إن ده مشروع تجاري. الفكرة هي مجرّد رأي، والرأي ده هو مجرّد رأي شخصي، فممكن السوق يتقبّلها أو ما يتقبّلهاش، ده موضوع تاني. أنت عشان يبقى عندك فكرة فده موضوع، وعشان تحوّل الفكرة لمشروع أو عمل تجاري ده موضوع تاني مختلف تمامًا، تمامًا، تمامًا عن الموضوع الأول. الفكرة يعني هو كل مشروع في الحياة هو بدأ فعلًا بفكرة، ولكن مش كل فكرة هي بتنفع إنها تكون مشروع. دي النقطة اللي محتاج إنك تاخد بالك منها وأنت بتقول أي فكرة، إنك ما تقولش فكرة وتحط نقطة. لأ، أنت محتاج إن الفكرة دي تعرضها على حاجات كتير أوي، عشان تتأكد إن الفكرة ديّة هل تصلح بالفعل إنها تكون عمل تجاري والّا لأ، وهل الفكرة اللي أنت قُلتها ديّة مناسبة ليك أنت والّا ممكن تكون مناسبة لحد تاني في زمن تاني في مكان تاني غير المكان بتاعك. لو بنيت المشروع بتاعك على فكرة صح، دي نقطة الانطلاق، بالذات لو أنت الفكرة بتاعتك ديّة هي فعلًا قابلة للتطبيق على أرض الواقع. الناس هتقدر إنها تتقبّلها. وخُد بالك من نقطة مهمة جدًا، إن الفكرة معنى فكرة إنها أو معنى إن الفكرة بتحل م بتحل مشكلة، إنك لازم تكون عارف إن الفكرة دي لازم تكون قادرة إنها تنافس السوق. يعني أنت لازم تكون بتقدّم منتج يا جودة أعلى، يا منتج سعره أرخص، يا منتج بيحل مشكلة ما عند العميل المنتج التاني اللي بيقدّمها مخ غيرك اللي بيقدّمها ما بيحلّش نفس المشكلة. عندك ميزة تنافسية مختلفة، زي إن أنت بتسوّق، عندك بتعرف إن أنت تبيع المنتج بتاعك، بتعرف تعرض المنتج بتاعك، بتعرف تسوّق. فاكرين لمّا كنا بنتكلم في حلقة عبد الغفور البرعي، لمّا كل تجار الوكالة كلّهم بتوع خردة وكلّهم بيخبطوا في بعض، الراجل ده طلع بفكرة جديدة قال لهم ده أنا لقيت كنز، فجأة قال لهم ده أنا اشتريت طيارة. آآ الراجل عنده أفكار مختلفة مع إنه كلّهم تجار خردة في الآخر، مش فارقة، ما هي الطيارة أصلًا باعها خردة، يعني الطيارة ما فرقتش في حاجة، ولكن هي الفكرة، هي الفكرة. فهو عنده حاجة مختلفة. ال 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 الحاجة المختلفة ديّة هي اللي خلّته إن هو يقدر يكون في فترة قليلة أوي هو ال ال من أكبر التجار في السوق، من صبي صغير لحد تاجر وشخص كبير عنده مشروعه الخاص، تمام؟ وبالتالي خُد بالك من المعايير دي وأنت بتعمل الفكرة، اعرضها دايمًا على المعايير. فكرة لازم تكون ال ينفع إنها تتحوّل عمل تجاري، قابلة للتكرار، مناسبة لظروفك الوقتية، قادرة منافسة لظروفك دلوقتي النهارده عشان تعرف تنفّذها، قادرة إنها تنافس في السوق، لإن هي يا أرخص، يا بتقدّم ميزة أعلى، يا جودة ميزة تنافسية أكبر، يا جودة أعلى. يعني أنت عندك ميزة تنافسية تانية زي التسويق، فتقدر إن أنت تعرض الفكرة بتاعتك أو يسمع عنها أكبر عدد من الناس. غير كده أنت هيبقى عندك مشكلة كبيرة، والفكرة بتاعتك هتبقى بعيدة شوية عن التطبيق. أنت محتاج تاني تراجع رأيك بقى لو أنت أو تراجع نَفْسك لو أنت عندك ال لو الفكرة بتاعتك لقيتها مش مطابقة للمعايير ديّة، ابدأ فكّر تاني وتالت ورابع. وهنتكلم قدّام إن شاء الله عن فكرة إزاي أصلًا أولِّد الأفكار ليّا، لإن إحنا طول ما إحنا قاعدين يعني العلم بيقول إن العقل البشري بيتعرّض لأكتر من 4000 فكرة كل يوم، 4000 فكرة بس لحاجات أنا ممكن أعملها ومشاريع ومش عارف إيه. فطبعًا ده حجم ضخم جدًا من الحاجات، لإن هي مجرّد أفكار في الآخر. وملايين الأفكار حوالينا إحنا شايفينها، والأفكار ديّة ممكن تكون بنسمعها في عالم الفضاء، ولكن قليل أوي اللي حوّل الفكرة ديّة لمشروع تجاري، وسمعنا إن هو بالفعل نفّذ الفكرة. تبنّى فكرتك، اشتغل عليها، ابدأ اعرضها على المعايير ديّة. لو لقيت إن هي فعلًا بتنطبق عليها خُد أول خطوة. أول خطوة ديّة هي اللي إحنا هنتكلّم عنها في الحلقات الجاية بقى إن شاء الله، وماذا بعد الفكرة.
استنونا في حلقة جديدة من سلسلة من تحت الصفر للمليون. شكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.